فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. His Excellency, President Abdulaziz Sisi, President of Egypt, Highnesses, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here today, stand beside Egypt on behalf of Somali people for the development of Egypt. It's a great pleasure for me and for my delegation to be here at this important summit of Egypt is the future. Let me begin by thanking His Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Republic of Egypt and his government, and to the people of Egypt for organizing this important summit for the future generations of the وحكومته وكذلك الشعب المصري على تنظيم هذا المؤتمر المهم للمستقبل في مصر وللشعب المصري. أود كذلك أن أتقدم بالشكر للرئيس مرة أخرى على كلمته الملهمة في هذا المؤتمر. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، نحن هنا اليوم كي نتحدث عن الاستثمار في مصر، وبينما نعيش في عصر العولمة والتغيرات التكنولوجية ولقد صار في غاية الأهمية أن ندخل هذه التغيرات المهمة من أجل دعم الاستثمار الأجنبي والقومي. Public and private participants in the course of this summit on how we should address the promotion of domestic and foreign investment and the challenges laying ahead in front. Let me share with you my views by saying that the macroeconomic stability is the fundamental for the promotion of domestic and foreign investment. Investors must be confident by consistent policy supported by a combined political commitment. وهكذا فإن السياسات الدائمة والمستقرة التي تجمع بين الاستقرار والالتزام السياسي والجوانب التنظيمية وأيضا الإطار التنظيمي في غاية الأهمية، فهذا سوف يحقق الاستقرار وسوف يقدم آلية لحل المنازعات التي قد وضعتها مصر بالفعل. السيدات والسادة، أصحاب المعالي، إن تنمية هذا الاقتصاد متصل اتصالا مباشرا بطريقتنا في معالجة مشكلات عدم المساواة، وأنا أؤمن تماما بأن هناك نهجا موازيا يجب علينا أن نقوم من خلاله بالاهتمام بالتعليم وأيضا بتقديم فرص متعادلة من أجل المساءلة. إن مصر هي مهد الحضارة، وقد أثبتت أنها لديها البنية التحتية الأساسية لهذا الهدف. يمكننا أن نزيل واحدا من هذه المشكلات من أجل أن نجذب الاستثمار الأجنبي وأن نعد رأس المال الإنساني القادر على تحقيق هذه الطموحات التي لدى الأمة، ومصر قد أثبتت ذلك. والآن أتقدم في هذه الفرصة للمستثمرين بطلب، وهو أن أدعوهم، فنحن جميعا نعلم تماما أننا هنا لكي نسمع من مضيفنا على تلك الثقة التي تقدمها مصر للمستثمرين، ولكن تأكدوا أن مصر نفسها ضمان كامل. ولكني واثق من أن الأساتذة والعلماء المصريين سوف يقدموا لنا أيضا الإطار الاقتصادي الذي سوف يؤمن هذه الاستثمارات. أصحاب الفخامة، الجلالة والفخامة والسمو والسيدات والسادة، ولهذه الأسباب التي ذكرتها أنا هنا لكي أقول لكم استثمروا في مصر، لأن مصر هي المستقبل.
إن الاستثمار في مصر يعني أننا نستثمر في المستقبل، لا لمجرد أن المؤشرات الاستثمارية فيها جيدة جدا، ولكن لأن لها وعيا تاريخيا من أجل شعبها، من أجل مواردها ولصلاتها القوية، وكيف أنها تصل بين آسيا وأفريقيا. واليوم وفي عصر العولمة يتحرك العالم كله نحو التكامل وأيضا التمويل من خلال الاستثمار، والاستثمار في قضايا وفي مجالات مثل التكنولوجيا، ومصر لديها كل هذه الظروف المواتية. وأنا أثق أنكم تتفقون معي حين أقول أن الاستثمار في مصر هو الاستثمار في أفريقيا. فإن مصر هي الجسر الذي يصل بين كافة أطراف هذا العالم، هي الجسر الذي يصل بين إفريقيا والعالم العربي. مصر هي الجسر الذي يصل بين إفريقيا وآسيا، وأيضا مصر هي الصلة التي تصل بين إفريقيا والعالم الآسيوي والقارة الآسيوية. وأختتم ملاحظاتي بأن أقول إن الصومال تقف معكم سيدي الرئيس، وأيضا تقف معكم أيها الشعب المصري في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا أتمنى لكم كل التوفيق والتنمية لمصر، فمصر هي التنمية وسوف تظل فيها التنمية، وأيضا تنمية مصر هي جزء من تنمية الصومال. وشكرا جزيلا لكم.